بما انه مش سر، فانا طفولتي لسه خلصانه قريب، وبجد كانت ايام جميله جدا بغض النظر عن كميه الحوادث وان اضطريت اقضي جزء كبير منها في البيت. بس برضه الايام دي بالنسبه لي كانت جميله. كنت بحب اتابع يوتيوبرز بيلعبوا العاب، يا اما كنت انا اللي بلعب. ومن اليوتيوبرز اللي كنت بتابعهم زمان انا فاكر واحد منهم ذا اكس ام هانتر، او المعروف حاليا بشهاب احمد. بجد الشخص ده من ساعتها ولحد الان كل اللي اقدر اقوله عنه ان هو فنان، بجد فنان. ولكن وسط الجوانب الجميله اللي فاكرها من طفولتي دي، في جانب ما ينفعش انساه، او بمعنى اخر مش قادر انساه. والجانب ده هو فكره فيديو النهارده: العاب خربت طفولتي. لا بجد الانترو اللي انت لسه شايفها دي ملهاش اي 30 لازمه، انا بس قلت واي نوت، يعني شكلها كول وكده. لما بقول العاب خربت طفولتي فانا قصدي من عده نواحي، يعني من ناحيه ان هي مرعبه او سوداويه بزياده، او يعني اتوقع فهمته. وطبعا ما استوعبتش حقيقه ان انا لعبتها بدري غير لما عقلت شويه، حاجه كده بنفس مستوى براءه انك فاكر لعبه البيره معموله عشان البنت اللي في الصوره حرانه. فانا جايب لكم النهارده قائمه العاب ما كانش المفروض العبها وانا صغير، وبما اني احترت جامد في ترتيب المراكز لانهم الصراحه اسوء من بعض، فبرضه سيبكم انتوا ترتبوهم تنازليا في الكومنتس عشان رايكم يهمني. في المركز الخامس عندنا هيتمان ابسولوشن. اللعبه دي ليها ذكريات معايا لا تقدر بثمن، ومش عايزكم تفهموا غلط، اغلب الالعاب دي اذا ما كانش كلهم فهم العاب جامده وتستحق التجربه. الفكره بس انه اللي كان بيلعبهم هو بس طفل، وده اسوأ ما في الموضوع. لكن بالنسبه للحاجه اللي معلقه معايا في اللعبه واللي فعلا انا فاكر احساسها كان عامل ازاي، هي مهمه كانت بتخطف فيها شخص في نص الصحراء وبتقعد تاكل تفاحه بينما هو بيحفر قبره اللي انت تقتله فيه كمان شويه، وبعد ما تستجوبه وتلاقيه ملوش لازمه هيبدا يعرج لانه بالفعل مصاب بطلقه في رجله. ولكن انت بيبقى قدامك اختيارين: يا اما تقتله وما تضيعش تعب حفره على الفاضي، يا اما تفعل وضع الطيران وتسيبه في نص الصحراء مصاب بطلقه في رجله. فاللعبه هنا بتديك وهم الاختيار، ولكن في النهايه النتيجه واحده. واكتر حاجه طردتني في كوابيسي وانا صغير هو صوت الشخص ده وهو عمال بيجري ويصرخ. Oh, it hurts so bad. Oh, stop it. Make it stop, man. في المركز الرابع معانا ايميلي وانس تو بلاي. لعبه رعب عاديه ما فيهاش حاجه مميزه المره دي، بس نسخه مصغره مني عندها راي تاني. انت عباره عن عامل توصيل بيتزا راح بيت مسكون، وفي اكتر من شخصيه معاك في البيت، وكل شخصيه ليها مميزاتها وطرق تتجنبها بيها وحاجات ما ينفعش تعملها معاها والا. ومن ضمن الشخصيات دي كان في شخصيه لما تسمع صوتها ما ينفعش تتحرك. انا فاكر اني قعدت فتره لما لعبت اللعبه دي كنت بسمع اصوات الدمى وبفضل متسمر مكاني. اوفر اول تروما اعطيها 6/10. من هنا اقدر اقول ان الموضوع بدأ يبقى اسوأ. في المركز الثالث معانا هي لعبة رعب قديمة اسمها لوشيس. لعبة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة غريبة غير انك بتلعب بطفل عنده 6 سنين مهمته انه يخلص على كل فرد في القصر بتاعهم بداية من الشغالات لحد عيلته. نسيت اقولك، ابوك يبقى الشيطان بشحمه ولحمه، وكل ما بتنجز حاجة بيطلع لك في الحلم يديك قدرات شيطانية جديدة. بغض النظر عن اني كنت طفل سايكوباتي مستمتع جدا باللعبة دي، بس لما ببص دلوقتي للموضوع لا، مش احسن حاجة ممكن اخلي ابني يلعبها في سن زي ده. بعيدا عن موضوع السوداوية والدموية اللي في اللعبة، فكرة اصلا انك تكون في صف الشيطان وتعمل كل الحاجات دي مش احسن حاجة. حتى دلوقتي الموضوع تحسه غلط قوي، لان افكار زي دي مش المفروض تتعرض لحد في السن ده. في المركز الثاني هي لعبة عملت إثارة جدل كبيرة جدا في فترة من الفترات، ألا وهي ساد سيتن أو الشيطان الحزين. كل الادعاءات بتقول إن اللعبة دي نازلة من الدارك ويب، واللي بيلعبها بيجيله صلع وراثي وبيبقى شبه محمد عبعاطي. ولكن كل الكلام ده هري، لان اصلا حاليا مفيش مصدر تقدر تنزل منه اللعبه. ولكن النسخه اللي انا لعبتها تقدر تقول انها هاي كوبي منها، ولكن مع ذلك كانت لا تقل رعبا عن الاصليه. واكبر مصيبه في الموضوع ان اللعبه بتناقش قضيه حساسه جدا، وهي كل الاطفال حول العالم اللي بيتعرضوا للاساءات والاعتداءات. فتخيل انت طفل بتلعب لعبه رعب بتتكلم عن قضيه بالحساسيه دي. اتوقع كان لازم اتمنع من النت وانا صغير.
واخيرا وليس اخرا، اللعبه المحببه الى قلبي Layers of Fear، طبقات الخوف. لعبه رعب نفسي نزلت في 2016، وكل اللي اقدر اقوله عنها انها لعبه مأساويه بزياده. انت عباره عن رسام فقد كل شيء تقريبا، وبعد ما فقدت كل شيء بما فيهم زوجتك اللي انتحرت وبنتك اللي الحكومه خدتها لانك غير مؤهل لرعايتها، بتبتدي رحلتك واللي بتكون هي اللعبه. بتحاول ترسم تحفتك الفنيه الاخيره لاخر مره. عايز تعمل حاجه صح، انك ترسم زوجتك اللي حتى ناسي شكلها، بالاضافه الى انك مريض عقليا بشكل في غايه الخطوره. الرسام اللي بتلعب بيه عقله هو اللي بيلعب بيه، بينما اللعبه اللي انت بتلعبها انت كمان هي اللي بتلعب بيك. لو مهتم تلعب اللعبه فانا دلوقتي هحرق حاجه منها، فهيظهر لك على الشاشه الوقت اللي تقدر تتخطى فيه الحرق. بعد ما بتخوض الرحله المريضه داخل عقل الرسام دي وبتخلص اللوحه، واحده من احزن النهايات الثلاثه اللي موجودين في اللعبه هي اللوب اندنج. بكل اختصار انت بتلف في دايره، شعورك بالندم ومرضك العقلي بيتغلب عليك، فبتشوف في الاخر ان اللوحه اللي انت رسمتها مشوهه وبترميها في اوضه مليانه لوحات مشوهه. يعني دي مش اول مره تحاول فيها، ولكن اللي انت مش عارفه ان ولا مره من المرات اللي انت حاولت فيها دي انت غلطت اصلا. انت بس شايف اللوحه مشوهه عشان الندم ومرضك العقلي مسيطر عليك، ولكن في الحقيقه اللوح كلها اللي رسمتها ما فيهاش اي غلطه. النهايه دي هي بكل بساطه انك بتبدا تحاول من جديد وتعيد اللعبه. بصراحه على قد ما اللعبه دي ما كانش المفروض العبها وانا صغير، ولكن اللعبه دي من اكتر الالعاب المحببه لقلبي بجد. كل ما يقال عنها انها فن حقيقي، وحتى قبل ما ارجع لليوتيوب كنت مخطط ان انا اعمل فيديو عن اللعبه واشرحها واعمل لها حاجه زي ملخص، ولكن كنسلت الفكره في الاخر. كل اللي عندي اقوله عن اللعبه دي انك لو اندمجت معاها بزياده ممكن تجيب لك ازمه وجوديه، ودول كانوا 5 العاب ما كانش المفروض العبهم وانا صغير. قول لي ايه رايك في ترتيبهم، ولو عندك ترتيب احسن قول لي عليه برضه في الكومنتات. وبجد انا مش مصدق الدعم الاسطوري اللي جالي الفتره الاخيره، بجد حابب اشكركم، وان شاء الله مع بعض لل10000 وال100000 كمان. شكرا ليكم من القلب، وكان معاكم لوريم، ويلا سلام. كل الادعاءات بتقول ان اللعبه دي نازله من الدارك ويب، واللي بيلعبها بيجيله صلع وراثي وبيبقى شبه محمد عباطي. ما ازاي طيب يعني؟ هو بجد انا ساعات بتساءل ايه اللي انا بكتبه بجد.